يا جدعان انا اكتشفت مكان بيعمل الشاورما السوري بس مش في عيش سوري والفرايد تشيكن بالموتزاريلا، فايه الحوار ده؟ تعالوا نشوف. وخلينا نبدا اول حاجه بشاورما بمزاج بتاعتهم، وده تقريبا المكان الوحيد اللي بيعمل شاورما في عيش صمون. هم اصلا بيخبزوا العيش عندهم. بالنسبه لكميه الحشو اللي في القلب فهي خطيره، وبالنسبه لحجم السندوتش نفسه فهو عملاق. تتبيله شاورما اللحمه تحفه. العيش يا جدعان العضه بتاعته مختلفه عن اي سندوتش شاورما انا اكلته قبل كده. تاتش دبس الرمان لايق قوي مع الطحينه. يلا بينا على الفراخ، وده برده نفس الكلام نفس الحشو. في صوص هنا مختلف محطوط مع التوميه مدي الشاورما سيكا سبايسي. بس هل بقى هيتغلب على الشاورما المصري بتاعتنا ولا لا؟ ده بوكس عباره عن 3 سندوتشات شاورما مصري، ممكن تختار فيهم اللي انت عايزه. فخلينا نبدا بشاورما اللحمه بانه عجبني اكتر. هنا معموله بقى بالبصل والطماطم وكل ده على الجريل. خطيره خطيره خطيره. السندوتش ده اكتر واحد عجبني لحد دلوقتي. هل بقى هيتغلب على الفراخ؟ بالنسبه لشاورما الفراخ فالعيش الصمون يكسب. فيلا بينا بقى على اللي بعده، وهي السندوتشات العاديه بتاعتنا. وعلى ما اظن ان بمزاج هو اول واحد دخل السماش في اسكندريه. ده سندوتش مشروم، غرقان مشروم، قله ادب. مشروم فريش. الصوصات المحطوطه حلوه، كان ناقص بس يبقى فيه شويه يعني صوص كريمي زياده كده، كان هيدلع السندوتش قوي. والتاني بقى سندوتش معانا هو الهامر، وده دبل تشيكن دبل موتزاريلا، غرقان من القلب بتاعه سلامي. ده سندوتش ما شفتوش في حته قبل كده. في ميكس حاجات كتير جوه بقي دلوقتي. السندوتش ده جامد بس انا مش قادر اتخطى الشاورما بتاعتها. فخلينا نختم اخر حاجه بقى بالفته. واحنا هنا معانا فته شاورما فراخ، فته شاورما لحمه، مع فته كريسبي بالرانش والجبنه. الشاورما اللحمه بتحط على اي حاجه بتظبطها. وعامة يعني المطعم ده هو بمزاج، الموجود في سيدي بشر عند المحروسة، والفرع التاني في سموحة في شارع سوبر جيت القديم.